لك ليش ما تفجر زر اللايك اللي تحت يا صاحبي؟ دشمل الزر باصحابك الفسفس. عايزين نوصل لاكبر عدد لايكات ممكن، وما تنساش تصلي على النبي. ويلا كده خلينا نبدا، ليتس جو. بس يا اندرو صرخ فيه انت مين وليه بتحمي المجرم ده؟ نرد عليه يا عم اهدى انت كمان وخلينا نحل الموضوع ده بالتفاهم. واحد من الجنود صرخ فيه لا مفيش اي وقت للتفاهم ورمى قنبله عليه. ليه يا اسطى كده؟ نورا شات الملك عشان يحميه من القنبله، لكن شاته جامد ورزعه في الحيطه بالغلط، فشفش دماغه فشخه بدل ما يحميه. الله المستعان. بس نورا صرخ في الجنود انتوا ليه بتعملوا كده في العجوز ده مجرد عجوز مسن. الجنود صرخ فيه انت اللي شته من شويه. نورا قال له حتى لو كده انتوا ليه بتهجموا عليه؟ مش المفروض ده يكون حاكمكم؟ اندروس صرخ فيه شخص غريب زيك مش هيفهم اللي بيحصل، ورمى مجموعه قنابل على الملك. نورا سحب الملك بسرعه ورماه في الارض. بعد ما شفنا القتال الرهيب اللي حصل ما بين نورا وزادو الميت، والقتال كان حماسي لابعد الحدود يا صاحبي، لدرجه ان زادو الميت استدعى سيوفه المقدسه للقضاء على نورا، ولكن نورا قدر يصد كل هجماته وخلاه يهرب من المكان في الاخر. بس قبل ما يمشي قال لهم ان في احتفال عملاق بيحصل في العاصمه دلوقتي، وده خلى لين تتوتر موت يا صاحبي، ورجعت العاصمه بسرعه مع انس. ولكن كانت الصدمه تنين عملاق موت يا صاحبي كان طاير فوق المدينه، وطلع تنين الكارثه الاسطوري. يا نهار اسوح. الملك رين فقد الامل تماما في القتال، وامر كل الفرسان باخلاء كل المواطنين من العاصمه. اما الملك جهز نفسه لتنفيذ هجوم انتحاري لتعطيل التنين ده لاطول فتره ممكنه. اخ يا الاحزان. لكن في الناحيه الثانيه انس عملت مدفع عملاق من دروعها السحريه، ولين عززت الدرع بتعويذ اطلاق الرياح، واطلقت نورا باتجاه التنين. بس المصيبه نورا اغمى عليه من الهجوم اساسا، لكنه فاق في اخر لحظه وخبط التنين بالسيف، خلى هجومه المدمر يطير في السماء. فالتنين اتعصب جامد بسبب اللي حصل وهجم على نورا بكل همجيه، ولكن نورا قدر يصد كل هجماته وخلاها يخضع ليه في الاخر. كانت احداث اكتر من ناريه. نورا طلب منه الرجوع لموطنه بدون ما ياخد اي حد تاني، ولكن شعاع عملاق فتك بالتنين اثناء رجوعه. اوف ده مين طيب؟ وطلع ملك مملكه دريتس هو اللي ورا كل ده. اخ منه الخبيث. نورا راح له بسرعه عشان ينقذ التنين، لكنه شاف جيش العدو بيتجهز لغزو العاصمه، فبيهجم عليهم بكل قوته لتعطيله لاطول وقت ممكن، لكنه خلص على كله لوحده. وخلى الملك يهرب من ساحه المعركه بسرعه رهيبه. فاوفي الاحداث. فيا ترى ايه اللي هيحصل يا صاحبي؟ فلو لسه ما شفتش الاجزاء اللي فاتت يا صاحبي تقدر تشوف من علامه الاي اللي فوق او اول كومنت تحت. ويلا كده خلينا ننطلق في تكملة الأحداث. ليتس جو. فالمهم عشان تنضم لينا والصحاب ما تنساش بقى تشترك وتفعل زر الجرس. ويلا كده خلينا ننطلق في حكاية اليوم، حكاية من أجمل رواية. ليتس جو. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. نورا كان مستغرب من تواجد عجوز مسن في ساحة المعركة، بس فجأة نورا حس بإرهاق شديد ووقع على الأرض من التعب. الجنود استغلوا الفرصة وحبطوه بسرعة من كل مكان. يا لهوي. فجأة سهام نارية نزلت على الساحة، فنورا استغرب وحس إنه شاف السهام دي قبل كده، بس فجأة رياح عملاقة طيرت الجنود اللي حواليه. والمفاجأة المحارب جيلبرت وصل لساحة المعركة وأنقذ نورا من الجنود. جيلبرت انبهر من قوة نورا، بس معلم المبارزة قال له مفيش أي وقت للانبهار، يلا عشان هنخلص على الجنود بسرعة. جيلبرت سمع كلامه وانطلق معاه لساحة المعركة. معلم المبارزة أطلق هجومه السري وخلص على الجنود بضربة واحدة. معلم السحر وصل للسحر وكمان، واستدعى سحرة من الدرجة الأولى لاستخدام تعويذة التقييد على الجنود. معلم المحاربين استغل انشغال الجنود بالسحر وهجم عليهم بكل همجية. اوف يا الجنون. الساحة ولعت جامد يا صاحبي. معلم السحر استخدم تعويذة أسطورية وكون سجن عملاق حوالين الجنود. فنورا انبهر من كل اللي حصل. دول المعلمين الأسطوريين اللي اتدربت على ايديهم فعلا. بعد فترة لين راحت تعالج جراح نورا شكرها على مساعدتها، لين قالت له استنى شوية انت لازم تستريح. نورا رد عليها لا انا تمام دلوقتي بقى، بس انا عايز اكل. شوف احنا فين ولا فين، وده تفكيره فين. الله المستعان. دنيا حرب وفرتكه وده نفسه ياكل رز ولوبيا
حاجة صعبة نورا ده والله. بس معلم المبارزة قال لمعلم السحر بعد استجواب واحد من قارة العدو عرفنا انهم استخدموا كل قواتهم في اليوم الاخير، بس الامبراطور بتاعهم لاذ بالفرار لما شاف الوضع انقلب ضده. معلم السحر انصدم. امبراطورهم؟ قصدك العجوز التعبان المخرف ده اللي كان بيهرطل بالكلام طول الوقت؟ ده الامبراطور. معلم المبارزة رد عليه ايوه هو، بس بسبب انه وثق بقوته ثقة عمياء فده كان السبب في خسارته للمعركة. معلم السحر قال له احسن يستاهل، ده اقل عقاب ممكن يحصل ليه. عجوز خرفان صح. نور استغرب. عجوز؟ قصدك العجوز اللي كان في ساحة المعركة؟ معلم السحر رد عليه ايوه، انت تعرفه ولا ايه؟ نور رد عليه ايوه انا قابلته من شوية وكان لابس درع ذهبي وحصان ولابس درع ذهبي برضه. معلم السحر قال له باين كده ان الدرع ده مصنوع من مادة الاوريكالكوم، وده بيعزز من قوة حامله بشكل كبير، وده اللي خلاه يهرب بسرعة كبيرة من ساحة المعركة. معلم المبارزة قال لهم للأسف لو الكلام ده صح فاحنا مش هنقدر نلحق بيه قبل ما يعدي الحدود. معلم السحر رد عليه فعلا مش هنقدر نلحقه بالأساليب العادية. السحر رد عليه فعلا مش هنقدر نلحقه بالاساليب العاديه، بس ياه لو عندنا حاجه نطير بيها. نرد عليه في حاجه ممكن نطير بيها فعلا. معلم السحر استغرب. قصدك ايه يعني؟ نرد عليه تعال معايا كده ممكن نلاقيه عايش دلوقتي. معلم السحر سمع كلامه وراح لمكان ملك التنانين. معلم السحر انصدم، اول مره اشوف كائن اسطوري من المسافه دي. معلم المعالجين رد عليه فعلا الحاله دي مش بتحصل كل يوم، وبدا في علاج التنين. جراحه التنين بدات في التعافي. ومعلم المعالجين قال لنورا مين كان يتخيل انك هتكبر بالسرعه دي خلال الفتره اللي عدت. معلم السحر انصدم. قصدك ان الراجل ده هو الطفل نورا؟ معلم المعالجين رد عليه ايوه هو ده الطفل الخريان اللي كان مش بيمتلك اي مهاره. نور قال له خلاص يا عم عرفت انك احيان بلاش تفكرني يعني. زلت اهلي. معلم السحر انبهر. ده انت كبرت خالص يا جدع، ده انا ما اتعرفتش عليك نهائي. نور رد عليه ما هو عشان انت كبرت وبدات تخرف. دمر الجبهه حرفيا. معلم السحر رد عليه مين اللي كبر يا اسطى؟ ده انا لسه ناوي اعيش 100 سنه كمان. فكرها لعبه هي. معلم المعالجين خلص علاج التنين ومعلم السحر سال نورا متاكد ان انا هركب على التنين ده وانطرد ملك تريتس كده بشكل امن؟ نرد عليه لا تقلق ما تخافش احنا معانا رولو واللي هيسيطر على التنين. معلم السحر رد عليه تمام وسأل رولو ها واثق انك هتقدر تتحكم بالتنين ده ولا ايه؟ رولو رد عليه لا مش واثق خالص. يا اسطى مش كده. معلم السحر انصدم بس نورا قال له ما تخافش رولو بيحب يخفي قوته مش اكتر. فجأة التنين رجع لوعيه وصرخ باعلى صوته. نورا قال لرولو باين كده ان التنين متعصب وعايز ينتقم بسبب اللي حصل. رولو انصدم ازاي عرفت كده؟ نورا رد عليه انا عشت في الجبال لفترة من الوقت وده خلاني افهم مزاج الحيوانات بسهولة. رولو بص على التنين كده وقال لنورا التنين بيطلب الاذن بسمح لي بالانطلاق للاخذ بثأره. معلم السحر انصدم هو التنين العملاق بيطلب منك الاذن؟ ده انت طلعت عيل جامد زحليقه ايه اللي بيحصل؟ نور رد عليه فعلا رولو طفل جامد لكنه بيخفي قوته عشان ما حدش يخاف منه. رولو صرخ فيهم لا انتوا فهمتوا الموضوع غلط، التنين بيعتبر نورا سيد. التنين قطعهم وصرخ بكل جنون. رولو قال لنورا التنين بيطلب منك الاذن للتحرك دلوقتي. نور رد عليه خلاص تمام وقال المعلمين يركبوا فوق التنين. انس ولين راحوا يركبوا هم كمان. رولو استغرب انت هتركبوا برضه ولا ايه؟ لين رد عليه ايوه كده رولو هيروح معاكم عشان يسيطر على التنين وانا وانيس هروح معاكم عشان نحميه يعني، بس انت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ نور انصدم لانه ما كانش عايز يروح عشان بيخاف من المرتفعات. عشوبه يا صاحبي فشخ 3/4 الانمي بوحوشه بشخصياته بكل حاجاته وخايف من المرتفعات. بطل غريب وعيب قاتل لكنه اضطر يوافق على الذهاب معاهم في الاخر. معلم التجسس قرر يروح معاهم برضه والملك ورين وصل المكان. لين فرحت جامد وراحت تطمن على ابوها بسرعه. انس تاسفت لرين لانها عصت اوامره ورجعت مع لين للعاصمه. لين قال لها ما فيش داعي للاسف انا الملهم الوحيد على الاوامر الغبيه اللي اديتها لك. انس انصدمت من كلامه بس الملك قال لهم الامير رين هيروح معاكم عشان يقود المفاوضات مع مملكه دريتس. نور رد عليه تمام وركبوا فوق التنين في الاخر. لين ورين ودعوا ابوهم ورولو امر التنين بالطيران. التنين طار في السماء وانطلق باتجاه مملكه دريتس. معلم المحاربين قال لمعلم المبارزه
كان المفروض تقول حاجة لنورة بعد مقابلتك ليه، لا وكمان بعد كل الفترة دي لازم تقول له حاجة. معلم المبارزين رد عليه للأسف احنا ما ساعدناهوش في الوقت اللي كان محتاجنا فيه، وحاليا ما فيش أي حاجة ممكن أقولها ليه تعوضه عن الحياة القاسية اللي عاشها. معلم المحاربين رد عليه فعلا الطفل ده عاش حياة صعبة صنعت منه بطل أسطوري مش بنشوفه غير في الروايات. بروح للتنين لين ومعلم التجسس فضلوا يدوروا على ملك دريتس في كل مكان ولكن بدون أي فايدة. معلم التجسس لاحظ وجود سحر معدني قدامهم وقال لرين المنطقة اللي بعد الجسر دي تابعة لمملكة دريتس والدخول فيها في الوقت الحالي يعتبر مخاطرة وحاليا القرار راجع ليك للتقدم أو العودة. فجأة رين لاحظت حاجة غريبة على الجسر وطلع الحاكم. معلم التجسس قال لرين للأسف مش هنلحق نوصل له قبل ما يدخل حدود مملكته لكننا ممكن نستغل هجومنا المفاجئ ونبغته جوه مملكته. رين رد عليه الملك ده بيمتلك محطات عملاقة لتوليد الطاقة السحرية وممكن يستخدمها لتعزيز قوته وبناء جيش عملاق في وقت قصير. احنا لازم ما ندلوش اي فرصة ولازم نقضي عليه دلوقتي وهو ضعيف. معلم التجسس رد عليه تمام وانيس طلبت الاذن للهجوم على مدافع العدو. رين وافق على الاذن وانيس استخدمت سيفها السحري ودمرت دفاعات العدو بضربة واحدة. اوف يا القوة. التنين عدى من سور العدو بسهولة وانيس اطلقت هجماتها السحرية ودمرت ابراج العدو بالكامل. رين انبهرت من قوة انيس اما نورا كان مغمى عليه ورا ما كانش حاسس باي حاجة. كانش حاسس باي حاجة بتحصل الدنيا خربانة قدامه ده نايم ورا. في الوقت ده الملك دريتس وصل العاصمة الملكية ودخل القصر بتاعه. الخدم مستغربين ايه اللي حصل فين الجيش فين الغنائم اللي كانت معاك فين الدنيا. الملك صرخ فيهم اياكم تجيبوا سيره ولاقيك الفشله ومش عارف ايه انا غلطان اني زودتهم بعتاد ثقيل من البدايه دول انهزموا قبل ما يطلقوا طلقه واحده حتى. واحد من الخدم اترعب ايه اللي في السما ده. الملك بص كده وانصدم اتجمد مكانه حرفيا. تنين الكارثه الاسطوري وصل العاصمه. يا خبر الملك مرعوب مستحيل ازاي التنين ده لسه عايش. انا متاكد اني قتلته بالشعاع الشيطاني مستحيل يكون رجع للحياه من تاني. استنى ثواني شكل الساحر الشيطان استخدم تعويذه غريبه لعلاج التنين بس حتى لو قدروا يعالجوه ازاي قدروا يسيطروا عليه اصلا. اكيد في مروض وحوش معهم. استنى لحظه فين مروض الوحوش اللي بعت لنا العيل الصغير لمساعدتنا. الخادم رد عليه مش عارف بس يعني هو مشي من فتره لظروف طارئه. الملك اتعصب جامد لا الكلب الخاين سابني لوحدي في اول مطب بس ومسك في الخادم ليه ما حجزتوش في القصر لحد ما ارجع. الخادم رد عليه انت قلت لنا نعامله معامله خاصه عشان كده ما قدرناش نمنعهم من المشي يعني والمغادره. الملك رمى الخادم على الارض وزعم المحاربين هداه اهدى ايها الملك تمالك نفسك مش عارف ايه انت الملك الان لازم تتمالك نفسك في المواقف الصعبه. الملك صرخ فيه اخلص انت كمان هي ناقصاك عملنا اي حاجه تخلصنا من المصيبه اللي احنا فيها دي. زعيم المحاربين واللي اسمه اندروس رد عليه تمام ومشي المكان في الاخر. الملك صرخ في الخادم حضر الجهاز الكرانوس بسرعه. الخادم انصدم الكرانوس السلاح ده لسه في مرحله الاختبار واستخدامه دلوقتي هيتسبب في دمار كبير للمدينه. الملك صرخ فيهم اخرسوا انتوا مش شايفين الخطر اللي جاي علينا ولا ايه. التنين ده جاي يدمر المدينه دي بالكامل وشويه اضرار جانبيه مش هتهم دلوقتي خالص. واحد من الخدم قال له بس الاضرار الجانبيه دي هتنسف المدينه باللي فيها. بس الملك ضربه شلوت رزعه في الحيطه. حد تاني عنده اعتراض ولا ايه. الخادم اترعبوا لا يا مولاي حاضر سننفذ اوامرك حالا. شويه معيز. الخدم بدأوا يحركوا السلاح باتجاه التنين واستجمعوا كل الطاقه اللي في المدينه لاطلاقها في ضربه واحده لمحو التنين من الوجود. يا خبر الملك جمع كل الطاقه بتاعت المدينه في السلاح واطلقها دفعه واحده باتجاه التنين لكن المفاجاه نورا صد الهجوم وطيره في السماء. الحاكم انصدم كيف وات هاو ازاي. الخادم اترعبوا لان قذيفه الكرانوس مجهزه بجهاز لتتبع الطاقه السحريه وحاليا انقسمت لكرات صغيره وبدات تستهدف مخازن الطاقه في العاصمه. يا لهوي الحاكم صرخ فيهم مين الحمار اللي سمح لكم بوضع الجهاز ده في القذيفه. الخادم صاحوا وهربوا من القصر بسرعه. ملناش دعوه. الحاكم صرخ فيهم تعالوا هنا ارجعوا ايها الاوغاد والا عدمتكم. الخادم نفضوا ليه وهربوا من القصر بسرعه. يا روح ما بعدك روح كلهم نفسي بلا ملك بلا بطيخ الموت قدامنا يا صاحبي. الملك بص وراه كده واترعب من المنظر. كل افران الطاقه في العاصمه بتتدمر واحده ورا الثانيه. اوف يا الاحداث. في الناحية التانية نورا لمح الشعاع جاي عليهم فنط من فوق التنين عشان يصده بس المشكلة انه نسي ان مفيش اي حد يقف عليها.
وطاح على القصر الملكي في الاخر، لكنه استخدم السيف السحري لاختراق الجدران ووصل لغرفة البلاط الملكي في الاخر. بس قبل ما يوصل لهناك الفارس اندروس جمع الفرسان اللي معاه وراح يقبض على الملك عشان يمنعه من الجنون اللي بيعمله. الملك صرخ فيهم بتعملوا ايه؟ انا الملك هنا. اندروس رد عليه انت قلت لي اعمل حالة توقف المصيبة اللي وصلنا ليها، واحسن حالة للمصيبة دي هي القضاء عليك. الملك اترعب وصرخ في الجنود اياكم تسمعوا كلام الشخص ده، انا حاكمكم ولازم تسمعوا كلامي. اندروس رد عليه مفيش حد هنا ناوي يسمع كلامك تاني، دي نهايتك خلاص. فجأة نورا نزل في القاعة واستغرب ايه اللي جاب الشخص العجوز ده هنا. اندروس صرخ في نورا انت مين وازاي تعرف الراجل ده؟ نورا رد عليه قابلته في ساحة المعركة بس واحد من الجنود اطلق النار عليه بسرعة. نورا صد الهجوم ونزل الملك على الارض عشان يحميه، لكنه داس عليه جامد وفعص راسه في الارض بالغلط. نورا سأل الجنود ليه هجمتوا عليا؟ اندرس نفض ليه وصرخ في الجنود باين كده ان الشخص ده قوي موت واحنا لازم نهجم عليه بسرعه مع بعض عشان نهزمه. نورا هداهم يا جماعه صلوا على النبي اهدوا مش عارف ايه انا اول مره اشوفكم اصلا. اندرس صرخ فيه اخرس ايها الغريب انت جاي تحمل ملك المجنون ده ومصيرك هو الموت معاه. كل الحراس هجموا عليه مره واحده. نورا صد هجومهم بسهوله وبعد عنهم بس اندرس صرخ فيه انت مين وليه بتحمل المجرم ده؟ نورا رد عليه يا عم اهدى انت كمان وخلينا نحل الموضوع ده بالتفاهم. واحد من الجنود صرخ فيه لا مفيش اي وقت للتفاهم ورمى قنبله عليه ليه يا اسطى كده؟ نورا شات الملك عشان يحميه من القنبله لكنه شاته جامد ورزعه في الحيطه بالغلط، فشفش دماغه فشخه بدل ما يحميه الله المستعان. بس نورا صرخ في الجنود انتوا ليه بتعملوا كده في العجوز ده مجرد عجوز مسن. الجنود صرخ فيه انت اللي شته من شويه. نورا قال له حتى لو كده انتوا ليه بتهجموا عليه مش المفروض ده يكون حاكمكم؟ اندروس صرخ فيه شخص غريب زيك مش هيفهم اللي بيحصل ورمى مجموعه قنابل على الملك. نورا سحب الملك بسرعه ورماه في الارض، الملك اغمى عليه من الضربه ونورا صرخ في الجنود بطلوا بقى الحركات دي والا قتلتوا العجوز. واحد من الجنود صرخ فيه يا ابني انت اللي قتلته مش احنا انت اللي قعدت تفشفش فيه يمين شمال. نورا رد عليه لا انا بحاول انقذه منكم حتى بص هو مبسوط كده ازاي باين يا اسطى انه مبسوط خالص اندروس صرخ في نورا مفيش وقت للكلام، العدو ده جاي بتنين الكارثه عشان يغزو مملكتنا واحنا لازم نقطع راس العجوز ده عشان نبين ليهم اننا مستسلمين. نورا استغرب غزو ايه ده بينه قصده علينا ولا ايه؟ فجأة رين والفريق وصلوا المكان والمعلم سين قال لاندروس ما تخافش مفيش عندنا اي نية لغزو مملكتكم ومش عايزين الملك يموت لانه كده هيستريح من جرائمه. اندروس رد عليه تمام. رين قال لنورا روح مع رين كده عشان تداوي جراحك واحنا هنتكفل بالتفاوض هنا. نورا رد عليه تمام وراح مع رين في الاخر. رين قال للجنود مفيش داعي للقتال خلاص احنا جايين عشان نتفاوض مع العجوز ده. الملك فرح موت اخيرا حد هينقذني. رين بصله كده طبعا اكيد هننقذك. الملك فرح موت هتنقذوني فعلا؟ اللي رد عليه اكيد طبعا ده انت قتلت اكتر من 2000 شخص بسبب هجومك اللي فات. الملك اترعب قصدك ايه بكده؟ اللي رد عليه ما تخافش انا هنقذك زي ما قلت ولكنك هتجرب كل الالام اللي عاشتها مملكتنا. الملك اترعب قصدك ايه يعني؟ المعلم سين رد عليه ما تخافش احنا هنخليك تجرب كل انواع التعذيب والالام اللي عاشها شعبنا ولكنك مش هتموت لانها هيعالجك بقوتي العلاجيه. الملك اترعب لا انجدوني يا جماعه دول سفاحين مش بشر. اللي رد عليه احنا بنعمل كده عشان نخليك تحس باللي سببته للناس بس ما تخافش هنعفو عنك بعد كده. الملك اترعب اكتر واكتر حملها على حاله في الاخر في الوقت ده رولو كان قاعد مع التنين ولين عالجت جراح نورا بقوتها. نورا شكرها على المساعدة وانصدم من حجم الدمار اللي خلفته القنبلة اللي صدها. يعني قالت له مش انت السبب اساسا في كل اللي حصل يعني انت كنت بتحمينا مش اكتر غير كده هم اللي اطلقوا القنبلة دي ودي نتيجة افعالهم. نورا قال لها بس ممكن يكون في اصابات بسبب اللي حصل. اللي ردت عليه لا ما تخافش كل الاماكن اللي اتدمرت كانت مخازن طاقة سحرية مفيش اي حد اتأذى منها. نورا رد عليها تمام لو كده مفيش اي مشكلة. رين اجى للمكان مع المعلمين. لين سألته عملتوا ايه في المفاوضات؟ رين رد عليها اتفقنا على انهاء الحرب تماما واتحاد المملكتين لاعمار الاماكن اللي تم تدميرها مع بعض. نور انصدم دي المفاوضات طلعت سهله جدا بس صحيح عملتوا ايه مع العجوز يعني؟ رين رد عليه تم ازالته من العرش في الوقت الحالي ويتم تعيين حد من احفاده عشان يمسك مكانه ولكن كل احفاده لسه ما كملوش ال10 سنين ومجلس المحاربين ال10 هيكونوا الولي عنهم لحد ما يتم السن القانوني للحكم. نور استغرب مين المحاربين ال10 دول؟ فجأة اندروس والجنود وصلوا المكان وتأسفوا لنورا اسفين على مهاجمتنا ليك بس كويس انك منعتنا من قتل الملك والا العاصمة كانت هتدخل في حرب اهلية بدون نهاية. نور رد عليه لا ما فيش اي مشكلة
اندرس قال له لو احتجت اي حاجه او مساعده في اي وقت اطلبنا وهنجي لك على طول. نورا شكرهم على كده واتاسف ليهم. اسف على الاضرار اللي الحقتها بمملكتكم. اندرس رد عليه مفيش اي سبب للاعتذار، احنا اللي بدانا هجوم، وغير كده مفيش اي اصابات او وفيات وصلتنا بسبب الانفجار. نور استريح من كلامه وقال له لو احتجت اي مساعده في شيل الحطام او نقل اي حاجه فانا موجود. اندرس شكره على عرضه، بس فجاه التنين طلع صوت ورولو قال لنورا التنين زهق من كلامكم الفاضي وعايز يمشي من هنا. نور رد عليه تمام وركب مع فريقه فوق التنين. رين ودع الفرسان وامر التنين بالطيران في الاخر. نور قال لرولو ممكن تطلب من التنين يطير في مستوى قريب من الارض. رولو رد عليه تمام وامر التنين بكده. لين انبهرت من نورا على الرغم من الاحداث اللي مرينا بيها الا ان نورا عايز يشوف الاضرار اللي حصلت في المملكه عشان يقدر يساعد في اصلاحها. يا سلام، بس كلنا عارفين ان نورا طلب كده لانه بيخاف من المرتفعات اصلا. بعد فترة نورا ورين وصلوا للعاصمة. رين قال للملك خلصنا المفاوضات بسلام وكل حاجة مشيت زي ما كنا مخططين. الملك رد عليه ممتاز، بلغنا بالتفاصيل دي بعدين، وحاليا احنا لازم نشكر منقذنا على بطولاته. رين قال له فعلا نورا انقذ مملكتنا من خطر كبير كان هيخلص عليها واحنا لازم نديله مكافأة عملاقة على كده. نورا استغرب، مكافأة؟ لا مش عايزها. الكل استغرب، بس نورا قال لهم شكرا على عرضكم بس انا مش محتاج اي حاجة. الملك صرخ فيه لا المرة دي هتاخد مكافأة، يعني هتاخد مكافأة رهيبة كمان. نور فكر كده العيلة دي زنانة ومش هسيبني غير لما يديني حاجة. فجأة نور افتكر ان رولو ما عندوش اي بيت او اي مكان يروح ليه وقال الملك عايزك تساعد الطفل ده. الملك بص على رولو كده الطفل ده من فرع الشياطين مش كده ولا ايه؟ نور رد عليه فعلا وكل الناس خايفه منه بسبب كده، عشان كده عايز منك توفر له مكان يعيش فيه. الملك سأله هل متأكد ان الطلب ده هو اللي انت عايزه؟ نور رد عليه ايوه، لولا وجود رولو معانا ما كناش هنقدر نسيطر على التنين العملاق ولا كنا حتى هنقدر ننهي الحرب. الملك فكر كده لو قبلت الطلب ده فالعلاقة اللي بيننا وبين مملكة ثيوقراطة هتتأثر جامد. نور قال له ده هو الطلب الوحيد اللي عندي، لو عايز تدي مكافأة تانية فعندك ناس كتير بيوتها اتدمرت بسبب الهجوم واحسن لك تركز مواردك على اصلاحها بدل ما تديني هدية. الملك ضحك. فعلا كلامك صح، هنفذ لك طلبك خلاص. نور شكروا على كده ومشي من المكان في الاخر. بعد فترة رولو صحي في بيت عملاق كده وراح يتعشى مع المحاربة انس. قالت له من هنا ورايح هتعيش معايا في نفس البيت ويلا عشان ناكل دلوقتي. رولو انصدم من جمال الاكل واكل اول قطمه منه خلته يعيط من الفرحه. انس استغربت في حاجه ولا ايه؟ رولو رد عليها لا وبدا ياكل في الاخر. اخ يا الاحزان. وبس كده يا صاحبي، ده كان الجزء الخامس من انمي نورا في عالم المغامرين. قولوا رايكم تحت في الكومنتات وما تنساش تستمتع بالهديه الرهيبه اللي سبتها لك في اول كومنت. يلا نشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. بيس اوت مان.